فبعد الإهانة الكبيرة التي تعرضت لها دنيا باطمة من طرف طليقها محمد الترك في الساعات الماضية، حيث وصفها بالمزبلة، الشيء الذي أثار غضب جمهورها ومحبيها متسائلين هل نسى الفضل بينهما؟ لكن محمد الترك فعل نفس الشيء مع طليقته السابقة منى صابر، وهذا ليس بالجديد عليه. وتساءل كذلك رواد السوشيال ميديا عن رد الدنيا باطمة وكيف ستواجه إهانة محمد ترك، خاصة وأنها لم تعد تنشر شيئا عن حياتها الخاصة، وقررت عدم الخوض في الجدالات التي لا معنى لها ولا فائدة. وعلى العكس فإن دنيا باطمة قررت سترد وكالعادة بطريقتها الخاصة، حيث نشرت فيديو عبر ستوري حسابها الانستغرام تستفز من خلاله محمد ترك. ظهرت وهي بكامل جمالها تضع ميكاب وتستعرض تفاصيله وتفاصيل وجهها بعد أن قامت مؤخرا بالبوتوكس لفمها، وأرفقت الفيديو بأغنية تكشف من خلالها أنها لا تنكسر وكلام الترك لن يكسرها. وجاء في كلمات الأغنية: لا تحسب أني منكسرة وأردف النوح، أنا على صدمات الأيام داري، الله خلقني طود من داخل روح، راسه سما ما يلتفت لدواري. كما نشرت فيديو آخر تبين من خلاله بأنها تعودت على الكلام المشين في حقها وكلامه لن يؤثر فيها، وهذا ما جاء فيه الهضرة فينا في كل بلاصة، كشروع لنا الحراسة. وبعدما أهان محمد ترك على المباشر دنيا باطمة، خلقت تدوينته ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر عدد كبير عن تضامنهم مع الفنانة دنيا باطمة لما تعرضت له من قصف على يد طليقها محمد ترك.